أحلى حجازية اسكندراني ممكن تدوقوها. لو أول مرة تشوفوني أنا الدكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. هنزل بمعلقة كبيرة خميرة فورية في كوباية مية دافية وعليها معلقة كبيرة سكر وأدوبهم كويس جدا وأسيبهم يتفاعلوا مع بعض. هنزل بكوبايتين دقيق على كوبايتين سميد بسبوسة وعلى ذرة ملح وأقلبهم حلو قوي مع بعض، وأنزل عليهم ب3/4 كوباية سمنة ونص كوباية زيت وأفركهم كويس جدا مع بعض عشان كل ذرات الدقيق والسميد تتغلف تماما بالسمنة والزيت اللي أنا نزلتهم. الخميرة بتاعتي هتكون تفاعلت. هنزل بكوباية المية اللي فيها الخميرة وأقلبها كويس قوي. في الأول هنحس إنها كلها مية، بس بعد كده العجينة هتمسك مع بعضها كويس جدا، وده بقى هيبقى قوامها. على بال ما أعمل الحشوة بتاعتها هسيب العجينة ترتاح شوية. هنزل بكوباية سميد عليها كوباية ونص سكر، عليها 3 معالق كبيرة من القرفة المطحونة، وأقلبهم حلو جدا مع بعض، وأنزل عليهم بمية شوية بشوية لحد ما يبقى الخليط زي الرمل المبلول، وده بيبقى قوامه. هبدأ أشكل الحجازية بتاعتي. هدهن الصينية بتاعتي بمعلقة سمنة كويس جدا وادهن جنابها كويس قوي، واجيب كيسين نايلون يكونوا بس تخان شوية، وهقسم العجينة بتاعتي جزئين، وهبدأ أفردها بين الكيسين على شكل مستطيل على قد ما أقدر. الحجازية الاسكندراني من أشهر حلويات اسكندرية اللي مشهورة بيها اسكندرية، واللي هي محافظات كتيرة جدا بتعملها وبتقلدها. كده أنا فردت العجينة بتاعتي كويس قوي. هشيل الكيس اللي فوق وهقلب العجينة بالكيس اللي تحت. هشيلها بالراحة وهقلبها فوق الصينية بتاعتي اللي أنا مجهزاها، واشيل الكيس وابدا اضغط كويس جدا واسوي العجينه حلوه قوي. واتاكد ان هي غلفت الجناب كمان، وادوس عليها بالمردانه صغيره كويس جدا علشان اتاكد انها كلها في كل حته سمك واحد. هنزل على الجزء ده من العجينه بالحشوة بتاعتي واضغطها كويس جدا فوق العجينة الأولانية اللي أنا فردتها، علشان أنا عايزاهم يبقوا متماسكين. كل ال3 طبقات تبقى متماسكة جدا مع بعض. هاخد الجزء التاني من العجينة أفرده زي ما عملته في الجزء الأولاني وأقلبه فوق الحشو، واضغط كويس جدا عليهم عشان كله يمسك مع بعضه، وابدأ أسوي الجناب بتاعتي واشيل العجينة الزيادة اللي ممكن اعمل بيها قرص حجازية اصغر، وهبدأ ادوس بالمردانة عشان يمسكوا مع بعض كويس جدا، وابدأ ازخرفها بشوكة او بقى انا عندي القطاعة دي هي بتزخرف حلو قوي بالطول وبالعرض، عشان هي الحجازية اللي موجودة في المحلات هي مزخرفة كده، وهو ده الطبيعي بتاعها. ممكن يتعمل ده بالشوكة بس نضغط شوية عشان تبقى الزخرفة بارزة. هنبدأ نقطعها مربعات صغيرة، ونبدأ نقطع كل مربع مثلث بالورب زي ما حضراتكم شايفين، لأن هي بتتباع كده في المحلات، ما بتتباعش مربعة ولا سمبوسكات، هي بتتباع كده. هدخلها فرن سبق تسخينه 170 درجة لحد ما وشها يحمر. أعيد تاني على التقطيعات بتاعتي وأطلعها بعد ما تبرد تماما، وزي ما حضراتكم شايفين الجزء اللي فوق ماسك في الجزء اللي تحت كويس جدا وبينهم الحشوة. دي كانت الحجازية الاسكندراني من أشهر حلويات اسكندرية. أتمنى لو عجبتكم الوصفة تنفذوها وتكتبوا لي رأيكم وأسئلتكم في التعليقات، لأنها فعلا وصفة متميزة جدا تستاهل أن انتوا تعملوها، وبالهنا.